خد بالك، لو لقيت الموتور عندك سلكه مخلوع زي كده ومقطوع زي ما انت شايف معايا، ما تغيرهوش. الحل عندي، كمل بقية الفيديو وانت تعرف انا هعمل ايه. مساء الخير يا جماعة. عندنا مشكلة ان العميل جاب لي الموتور بعد ما خلعه، جايبولي السلك مقطوع كده والاطراف متشالة زي ما انتم شايفين معايا اتنين اهم. ودي مشكلة ان معظم الصناعية بيرموا الموتور، بس هو الحل اللي احنا هنفكه قدامكم دلوقتي، وهنشوف الاجزاء دي هنوصلها. وبرضو اللفة بتاعت الموتور تقيلة، ففي جلب هنا امامية وخلفية، وبرضو هشرح ازاي طريقة تركيبها قدامكم خطوة بخطوة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنفك 3 مسامير، واهم حاجة ان انت تاخد بالك بعد ما نشيل الحاجة المسامير اللي احنا قلنا عليها من طلعة الكفر بتاع الموتور من ورا، ما ينفعش يتسحب غير اما تكون الجزئين دول بعيد عنه عشان ما تشدهوش تاني زي ما العميل عمل. بندوس كده بسيط، بنطلعه كده بشويش لحد ما يخرج معانا، وهوريكم المشكلة فين. السلوك دي لما بتتقطع، دي بتبقى من السرعات، لا اما من المكثف، لا اما من الجريل، لا اما من دخول الكهرباء المباشر. اول حاجة هنعملها ان احنا نجيب الاطراف بتاعتها. الحاجات دي بيبقى فيها طبقة ورنيش من هنا، فما ينفعش ان احنا نلحم على طول، لازم ننظف مكان الورنيش وبعد كده نركب. وادي السلكة التانية اهي، والجزء بتاعها قريب معانا. كويس ان هو مشدوش جامد، لان لو كان السلوك دي كلها اتخلعت كان بتبقى فيها مشكلة كبيرة. هنبتدي ننضف مكان السلك، بس اهم حاجة خد بالك عشان ما يتقطعش، لازم تبقى ماسكه كده. احنا كده بننضف الورنيش، بنشيل الطبقة دي منه. والتانية نفس الكلام. طب انا لو ركبت السلوك على الوضع ده مش هتشتغل معانا، لازم اعمل نظافة الطبقة بتاعة العازل، وبعد كده هجرب على السيريا. ما ينفعش ان انا ادخل 220 عشان ما يأثرش في حاجة جوه الموتور. دي كده اتظبطت معانا تمام. هنشوف التانية. خلي بالك السلوك دي بتبقى حساسة جدا، يعني ما ينفعش ان انت تعملها وتشدها جامد عشان ما تتقطعش، وبعد كده الموتور ممكن ترميه. تبقى محتاجة تركيز. معظم الصناعية ما بيجيلهم الموضوع ده بيرموا الموتور وبيغيروا الملف. فطول ما انا عندي الحل الحمد لله نقدر ان احنا نفيد العميل او المشاهد ونعمله.